الانتخابات ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 12 من أغسطس، وأصدر القرار رقم 34 لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الثاني 25/30، والتي جاءت على النحو التالي: عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 69,333,318 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم بالداخل والخارج 11,837,882 ناخبا، بنسبة تعادل 17.1%. عدد الأصوات الصحيحة 11,321,070 صوتا، بنسبة تعادل 95.63% من إجمالي الحضور. عدد الأصوات الباطلة 516,818، بنسبة تعادل 4.36% من إجمالي الحضور. أولاً، نظام القوائم. تقدم للترشح في كل من الدوائر الأربع المخصصة للقوائم قائمة واحدة باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، تضمنت 12 حزباً سياسياً، هم: حزب مستقبل الوطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الشعب الجمهوري، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع الوطني التقدمي، حزب الوفد المصري، حزب إرادة جيل، حزب الحرية المصري، حزب المؤتمر. وأصدر فرد صناديق الاقتراع المخصصة للقوائم على ما يلي: أولاً، دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. عدد الناخبين المقيدين بهذه الدائرة 25,850,913 ناخباً. عدد من أدلوا بأصواتهم 4,754,457، بنسبة تعادل 98.93% من إجمالي الحضور. عدد الأصوات الباطلة 50,660، بنسبة تعادل 1.7% من إجمالي الحضور. عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 4,669,609، بنسبة تعادل 18.6% من إجمالي الناخبين المقيدين. عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 34,188، بنسبة تعادل 13% من إجمالي الناخبين المقيدين. ثانياً، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. عدد الناخبين المقيدين بهذه الدائرة 25,826,899 ناخباً. عدد من أدلوا بأصواتهم 4,317,001، بنسبة تعادل 98.97% من إجمالي الحضور. عدد الأصوات الباطلة 44,723، بنسبة تعادل 1.3%
من إجمالي الحضور. عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 4,258,527 صوتا، بنسبة تعادل 16.49% من إجمالي الناخبين المقيدين. عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 58,474، بنسبة تعادل 23% من إجمالي الناخبين المقيدين. ثالثا، دائرة قطاع شرق الدلتا. عدد الناخبين المقيدين بهذه الدائرة 8,481,284 ناخبا. عدد من أدلوا بأصواتهم 1,315,883، بنسبة تعادل 15.52%.